أنا ياسمين. يلا بينا نبدأ الحدوتة. كان يا مكان في ولد اسمه سامي، عايش في بيت جميل. سامي كان ولد نشيط وبيحب يلعب ويجري طول اليوم، لكن كان دايما بينسى يغسل سنانه. كل يوم الصبح مامته تقوله: يا سامي، ما تنساش تغسل سنانك. يرد بسرعة: حاضر يا ماما، وبعدين يجري يلعب وينسى خالص. وفي يوم من الأيام، بعد ما سامي نام في سريره، حصلت حاجة عجيبة جدا. جوه بقه سنانه كانت بتتكلم مع بعض. سنة كبيرة قالت بصوت قلق: إحنا محتاجين تنظيف، في بواقي أكل في كل حتة. سنة صغيرة قالت: أنا حاسة إن في جراثيم بتتحرك حواليا. وفجأة سمعوا صوت ضحك شرير: ها 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 ها. طلعوا كائنات صغيرة غريبة اسمهم التسوس، بيجروا بين السنان. واحد منهم قال: يلا يا جماعة نبني بيوتنا هنا، المكان مش بيتغسل من زمان. وفي اللحظة دي نور قوي دخل المكان، وظهر البطل فرشوش. كان لابس بدلة لمعة ومعاه فرشة أسنان سحرية ومعجون ريحته منعشة جدا، فرشة نجمة. قال فرشوش بصوت شجاع: ابعدوا عن السنان دي فوراً. الجراثيم ضحكوا وقالوا: ومين هيمنعنا؟ سامي أصلاً مش بيغسل سنانه. فرشوش قال: لما سامي يعرف هيغير كل حاجة. وفجأة سامي لقى نفسه جوه بقه، بص حواليه بانبهار وقال: إيه ده؟ أنا فين؟ قال فرشوش: أنت جوه سنانك، ودي الجراثيم اللي بتسبب التسوس. سامي خاف وقال: طب نعمل إيه؟ فرشوش اداله فرشة الأسنان وقال: يلا بينا نحاربهم، بس لازم تنظف كويس فوق وتحت وبين السنان كمان. بدأ سامي ينظف سنانه، وفرشوش بيقوله: تمام، لف الفرشة بالراحة كده، كويس جدا. كل ما سامي ينظف الجراثيم كانت تصرخ: لا، بنختفي، وتجري وتهرب لحد ما اختفوا خالص. الأسنان بدأت تلمع وتضحك وقالوا: شكرا يا سامي، احنا بقينا مرتاحين. سامي ابتسم وقال: أنا آسف إني كنت بنسى. فرشوش قال: افتكر دايما، مرتين في اليوم، 3 دقايق كل مرة، وسنانك هتفضل قوية ونظيفة. وفجأة سامي صحي من النوم، قام بسرعة وجري على الحمام ومسك الفرشة وبدأ يغسل سنانه وهو بيضحك. مامته شافته وقالت: إيه النشاط ده كله؟ سامي قال: أصل عندي مهمة جدا. ومن اليوم ده سامي بقى ما بينساش أبدا يغسل سنانه الصبح وبالليل، وكمان بقى يعلم صحابه في المدرسة إزاي يهتموا بسنانهم. وفي كل مرة كان بيغسل سنانه كان يحس إن فرشوش بيشجعه من بعيد. ما تنسوش تغسلوا سنانكم يا حلوين. تصبحوا على خير يا حلوين.